أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كلب بوليسي مدرب هو الكلب الوحيد المتبقي في وحدة الكلاب البوليسية التابعة لجهاز مكافحة المخدرات في قطاع غزة بعد قصفه خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا ويعد تدريب الكلاب البوليسية أحد أهم الطرق التي تستخدمها أجهزة مكافحة المخدرات في غزة، إذ أن إدخالها في مجال عملها يساهم إلى حد كبير في توفير العناء على الشرطة. الزميل مثنى النجار والتفاصيل. بكفاءة عالية يؤدي الكلب بوذا مهامه التي تكلفه بها وحدة الكلابة البوليسية التابعة لجهاز مكافحة المخدرات في شرطة غزة. كيناين هو الاسم الذي يطلق على هذه الوحدة التي انضم إليها الكلب بعد اجتيازه مراحل من التدريب وصولا لإنجاز الكثير من المهمات. الكلب بوذا مر في 3 مراحل تدريبية، وبحمد الله أنهى 3 مراحل جميعها، وكان متفوقا بذلك وأنجز العديد من القضايا التي تم من خلالها ضبط كميات كبيرة من المخدرات. تم بالتعرف على الحشيش وعلى البانجو وعلى الترمال. وسمح جهاز المكافحة لطاقم فلسطين اليوم بمتابعة طريقة تنفيذ هذه الكلاب في مهمة وهمية. المكافحة أكدت أن أغلب المهمات ليست بالأمر السهل، فإشارة واحدة من الكلب كفيلة بالكشف عما لا تستطيع العين المجردة معرفته. كان يوجد لدينا في الوحدة عدة نوعيات، من ضمنها نوعية الجيرمان شابرد والبلجيكي واللبرادور. طبعا الكلب الوحيد المتبقي في هذه الوحدة هو من نوع البلجيكي. طبعا يتميز هذا الكلب بعدة صفات، أنه حاسة الشم قوية جدا عنده، دائما منتبه، نشيط، كثير الحركة. وتعرض مقر وحدة الكلابة لقصف إسرائيلي إبان العدوان الأخير على غزة، وتسبب بمقتل العديد من الكلاب المدربة، ولم يبقى منها سوى بوذا. كان نتيجة العدوان أنه تهدم المبنى بالكامل، بالإضافة إلى موت عدد 9 كلاب بوليسية تم إحضارها يعني حديثا. كانت على بداية المشاركة في المهام الرسمية في الإدارة، إلا أن العدوان قطع علينا هذا الطريق. يبرز دور هذه الكلاب البوليسية ليصبح اقتناؤها ضرورة في وضع حد لعمليات تهريب المخدرات وملاحقة مروجيها، وإدخالها للعمل في سلك الشرطة يوفر الكثير من العناء. مثنى النجار، فلسطين اليوم، غزة، فلسطين المحتلة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من غزة النقيب محمد بورنية، مسؤول وحدة الكلاب البوليسية في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة. حضرة النقيب صباح الخير. صباح الخير وأهلا بك في صباح فلسطين. صباح النور وأسعد الله صباحكم. يعني في البداية حضرة النقيب، بعد استهداف مقر وحدة الكلاب البوليسية، هل هذا يعني أن هذه الوحدة أو ما يعرف بالقسم كي 9 قد انتهى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يعني بداية هذه الوحدة تعددت الكثير من الضربات والمعوقات التي تواجهنا في العمل، وهذا لا يعني أننا سنكل أو نمل. هذه الوحدة ستبقى دائما وأبدا متواجدة لتدعم الأفراد العاملين في الوحدة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وسنقوم إن شاء الله حديثا بتدريب كلاب متوفرة لدينا في قطاع غزة للعمل مجددا في هذه الوحدة. طيب حضرة النقيب، يعني كلب واحد تبقى بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر الوحدة وهو الكلب بوذا، إلى أي حد يعني عم تستطيع هذه الوحدة القيام بالدور المناط فيها، لا سيما في موضوع يعني البحث عن تهريب المخدرات؟ بداية نقوم بالمشاركة في الكثير من المهمات، لكن في يعني مناطق محدودة. الكلب الوحيد المتبقي يتم مشاركته في المهمات في محافظة غزة. نعم، قطاع غزة يحتوي على 5 محافظات، والكلب وحيد لا يكفي، ولكن يتم استخدامه في محافظة غزة إذا كان في المهمة التي سيشارك فيها قطع أرض كبيرة لا يستطيع الأفراد تفتيشها،
المهربين المخدرات يعني يستخدمون طرق الدفن أو التمويه. يتم إن شاء الله رب العالمين بواسطة هذا الكلب إيجاد هذه المواد المخدرة. طيب حضرة النقيب، يعني تتحدث عن وجود كلاب يتم تحضيرها أو سيتم العمل على تدريبها، هل تمتلكون الطواقم الكافية للعمل على تدريب هذه الكلاب اليوم؟ وما هي المدة التي تستغرقها عملية التدريب هذه؟ يحتاج الكلب ليتم دخوله في العمل الميداني تقريبا سنة، ويوجد لدينا في قطاع غزة بعض هذه النوعيات التي تستطيع أن تتدرب على تفتيش المخدرات. أما بخصوص الكوادر فهي يعني يوجد لدينا ضعف من الناحية المهنية، لكن يعني لمواجهة هذا الحصار نقوم بالبحث على الشبكات العنكبوتية في الإنترنت، تنزيل فيديوهات، ونقوم بالتعلم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مراسلة بعض الأفراد المدربين من خارج القطاع. نعم. طيب سيادة النقيب، يعني لماذا الحظر ومنع استيراد كلاب متخصصة في الأعمال البوليسية؟ وهذا يعني إذا دل على شيء يدل على نية ما يبيتها الاحتلال تجاه أجهزة الشرطة ومكافحة المخدرات الفلسطينية. بداية الحصار على قطاع غزة يشمل جميع أنواع البضائع والمعدات. نعم. وبالإضافة أن الموساد الإسرائيلي لابد أن يقوم بتهديد البنية الشبابية للقطاع عن طريق تهريب المخدرات إلى القطاع، ويقوم بالإضافة إلى تعويق كافة الإمكانيات التي تقوم حول تقليل هذه المخدرات في قطاع غزة، ومن ضمنها هذه الوسيلة الحديثة. طيب لأي مدى اليوم يعني استهداف الاحتلال لوحدة الكلاب البوليسية اليوم أضر بعمل وحدة مكافحة المخدرات؟ بعدين إعادة السؤال. كنت أسألك لأي مدى اليوم عدم وجود أو عدم يعني وجود العدد الكافي من الكلاب البوليسية أضر بعمل وحدة مكافحة المخدرات، وكيف ستعملون أو ستعمل هذه الوحدة على سد هذا النقص؟ سيسببت الضرر الكبير للوحدة، حيث الآن لا يتوفر لدينا مباني، لا يتوفر لدينا كلاب، الطاقم الضعيف، لكن إن شاء الله رب العالمين الحكومة ستقوم بتوفير البديل. الإدارة العامة تقوم بفرز الأفراد الذي تتوفر لديهم الرغبة والإمكانية للعمل في مثل هذه المجالات، ونقوم بتدريبها بالشيء البسيط لمحاولة تدريب هذه الكلاب وتفعيلها في السلك الأمني إن شاء الله. طيب حضرة النقيب، يعني حتى يكون المشاهد على علم، هل يعني هناك قرار اتخذ في قيادة الشرطة الفلسطينية في غزة لإعادة تأمين وإعادة تشكيل هذه الوحدة الهامة لا سيما يعني على مستوى حماية المجتمع من آفة المخدرات؟ صحيح يوجد قرار، ولكن في حدود الإمكانيات المتوفرة، يعني لا يوجد موازنات ولا يوجد إمكانيات، لكن في حدود الإمكانيات المتوفرة البسيطة. طيب اليوم أيضا غير مكافحة المخدرات، اليوم بماذا تستفيد الشرطة الفلسطينية من وحدة الكلاب البوليسية، ولأي مدى أيضا تستطيع هذه الوحدة المساعدة في الكشف عن المتفجرات، عن مخلفات الاحتلال اليوم أيضا المنتشرة بشكل واسع في أراضي قطاع غزة؟ يوجد مجالات كثيرة تعمل فيها الكلاب البوليسية، من ضمنها مجال الأمن والحراسة، تفتيش العبوات والظروف والمعابر التي في المعابر والمطارات، المحاولة في فض الشغب، الدوريات الأمنية، التفتيش عن والبحث عن المخدرات، التفتيش عن المتفجرات. ولكن الوحدة K9 الموجودة في قطاع غزة متخصصة لأنها تعمل تحت إطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. طيب سيادة النقيب، يعني ألا يمكن الاستفادة من الكلاب الموجودة والمتوفرة داخل القطاع للقيام بتدريبها على نفس الشكل الذي قمتم فيه سابقا بتدريب الكلاب التي نفقت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير؟ صحيح يتم الآن البحث والتدريب الكلاب المتوفرة في قطاع غزة، ولكن كفاءتها قليلة جدا. يعني في البلاد الأخرى يتم اختيار كلب أو 2 من ضمن 50 كلب،
ففي قطاع غزة أصلا لا تتوفر الكمية المناسبة، وليس كل الكلاب يعني تصلح للعمل في هذا المجال. من أين يعني اليوم سيد محمد، من أين كانت تستخدم هذه الكلاب؟ كان يتم إحضارها عن طريق معبر رفح من جمهورية مصر العربية. نعم. هل هناك يعني أنواع معينة من الكلاب يعني هي فقط المتخصصة بالقيام بمثل هذه الأعمال الأمنية، أم أن ممكن لأي نوع من الكلاب أن تقوم بتدريبه ويدخل ضمن يعني الكتيبة المخصصة لهذا العمل؟ طبعا يجب أن يتميز الكلب البوليسي بعدة صفات ويتحمل العبء والجهد، لذلك يتم اختيار عدة نوعيات، من ضمنها الجيرمان شابرد اللي هو الراعي الألماني، نوع زريعة المالينو، اللبرادور، البوكسر، الدوبرمان. هذه من الأنواع التي يتم استخدامها في الأجهزة الأمنية في معظم الدول. نعم. أيضا يعني سيد محمد، كنت تتحدث عن مدة سنة تقريبا لتدريب هذه الكلاب، ونحن أيضا في حصار لا يمكن استخدام الكلاب من الخارج، وأيضا الكلاب في غزة محدودة. هل هذا يعني أن هذه الوحدة، وحدة الكلاب البوليسية اليوم يعني تحتاج إلى الكثير من الوقت؟ يعني هل من مدة زمنية بحاجة لها هذه الوحدة كي تعود إلى طبيعتها وإلى شكلها الطبيعي في ممارسة عملها الشرطي؟ في ظل الإمكانيات المتوفرة داخل القطاع تحتاج من سنة إلى سنة ونصف تقريبا حتى نستطيع العمل في مجال البحث عن المخدرات مرة أخرى. نعم. بالإضافة أنه يوجد يعني بعض المعوقات في قطاع غزة لا توجد مؤسسات ومدارس لتدريب هذه الكلاب مثل الدول الأخرى. نعم. مسؤول وحدة الكلاب البوليسية في الشرطة الفلسطينية النقيب محمد بورنية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك حضرة النقيب.